ده بقى طبق الكمالة للكشري، اللي هيعوز كمالة يكمل بيها طبقه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أصدقائي. أحلى أكلة ممكن تعمليها طبق الكشري المصري، بس بيخلف مواعين. أيوة الكشري بيخلف يا جماعة، بيخلف مواعين كتيرة جدا بعديه. طيب وداعا للمواعين، وداعا لكركبة المطبخ في الصيف وفي الحر، وأهلا بالكشري الحلة الواحدة. كشري معمول على الطريقة المصرية بتكنيك عالي جدا قوي. رز مفلفل، الكشري مفلفل، الصلصه مظبوطه جدا، البصل مقرمش جدا ولونه ذهبي. عايزه اوريكي ده طبق كماله، فده احنا مش هنقرب منه عشان ده كماله للطلب. ودي شطه سوداني مشطشطه، خدي بالك منها وانت بتتعاملي معاها. وده بقى طبق الكشري المفلفل المشط، سخن جدا المشطشط. عايزه اوريكي هو مفلفل قد ايه، شايفه؟ والبصل مقرمش جدا. بصراحه يستحق ان حضرتك تجربيه مع شويه شطه. يا سلام، الشطه قلبه ريحه البيت، مخلياه مشطشط جدا. طب الطبق سخن قوي، كل حاجه لوحديها رغم انه في حله واحده. بصراحه يستحق ان حضرتك تجربيه على طريقه مطبخ اكله وسهريه. ده شكل تقديم مختلف، شايفه؟ بصراحه يستحق ان حضرتك تجربيه. ده شويه شطه، ده طبق الكماله لما حضرتك تحبي تكملي الطلب بتاع حضرتك. لو عايزه تعرفي الطريقه اتعمل ازاي، لو عايزه تعرفي الكشري المظبوط ده اتعمل ازاي، يبقى حضرتك تنوريني وتشرفيني في قناه اكله وسهريه للاكل البسيط والاكل المختلف. ادخلي معايا الفيديو، ادخلي معايا المقادير، هتلاقي المكونات سهله جدا وبسيطه. المقادير سهله جدا، محتاجه من كل نوع كوبايه: كوبايه رز، كوبايه شعريه، كوبايه مكرونه، كوبايه عدس بجبه، وبصلتين 2 كبار، ونص كيس من المكرونه الاسباجيتي. طيب مبدئيا كده هنقطع مع بعض البصل. دول بصلتين كبار، هبدأ اقطعهم ترنشات بالشكل ده. بلاش تبهدلي كل المواعين، هي حله واحده هتعمل لنا احلى طبق كشري ممكن تاكليه، بكل تفاصيل الكشري اللي بيتعمل في كذا حله، كل تفاصيله. طبعا حابه اقطع مع حضرتك البصل عشان اوريكي تيست معين بنضيفه على البصل علشان يبقى مقرمش ويبقى ذهبي وما يتحرقش منك وما يحرقش الزيت. قطعت البصل بالشكل ده، هبدا افكه من بعضه كده، وهضيف عليه معلقه مليانه من الدقيق، ونص معلقه من النشا، ونص معلقه من الملح. التست ده هيخليكي تعملي بصل كشري مقرمش جدا ولونه ذهبي وطعمه معاكي حلو قوي، والزيت مش هيغير لونه والبصل مش هيطرى. قلبي بس كل كده البصل مع الدقيق مع النشا مع الملح كله مع بعضه بالشكل ده. على ما احمر البصل هننقع العدس في كوبايه من الميه السخنه. الوقت ده كافي جدا انه ينقع العدس. نص كوبايه من الزيت هضيفها على حله سخنه، نص كوبايه الزيت دي اللي هنعمل بيها الكشري كله علشان يكون مفلفل. اول لما يسخن الزيت هنزل بالبصل، حاولي ما تقلبيش البصل كتير علشان ما يطراش. اول ما يبدا يدبل هبدا اقلبه لحد لما يحمر. شايفه اخد لون من تحت، هبدا احركه كده لحد لما يحمر خالص والبصل ينشف. شايفه اللون ذهبي خالص ازاي، وهيكون مقرمش جدا. وانتي بتستخدميه تبداي تشيليه كده على مناديل عشان المناديل تمتص كل الزيت اللي موجود. اول ما شلنا البصل والزيت اهو، هننزل بكوبايه من الشعريه وهنبدا نحمر فيها، وهنحمرها لحد لما تصفر، ما تخليهاش تحمر. شايفه الشعريه
هو ده اللون اللي انا عايزاه، تكون صفرة ما تكونش حمرا، عشان الحمرا دي بتغمق الرز وبتغمق الاكل. اول لما تصفر بالشكل التحفه ده هنزل عليها بكوبايه من الرز، وهقلب كوبايه الرز مع الشعريه. بعد ما نزلت بالرز هغسل العدس مرتين 3 وهنزل بيه على الرز والشعريه. هنزل بالعدس، هفضل اقلب العدس مع الرز والشعريه لحد العدس لما ينشف من الميه اللي موجوده فيه. اول لما نشف العدس كوبايه المكرونه هنزل بيها، وكيس المكرونه الاسباجيتي هاخد نصه بس، ده نص كيس المكرونه. هبدا بقى اكسره بالشكل ده، ما تخافيش كل الكلام ده هيستوي بمقدار واحد. امسك الحله بالشكل ده كده وافضل اقلبها بالشكل ده لحد لما كل الكلام ده يختلط ببعضه وينشف، عشان لما تنزل عليه الميه ما تعجنش. هقلبها مره كمان. شايفه المكرونه خدت لون ازاي؟ هبدا بقى ابهرها. انزل عليها بمكعب من المرقه، نص معلقه من الملح، نص معلقه من الكمون، ربع معلقه من الفلفل الاسمر، وهنقلب الحله مره كمان. قلبنا البهارات وقلبنا الملح. هننزل بقى بحوالي نص رتل من الميه المغليه. يا سلام يا جماعه، الريحه بتتكلم عن نفسها. لازم الميه تكون مغليه عشان الحاجه تستوي معايا تسويه كويسه جدا. هسيبها 10 دقايق النار عاليه، وبعدين ههدي عليها خالص وهسيبها حوالي 20 دقيقه لحد لما كل الكشري يستوي ويبقى مفلفل. وهوريكي احلى طبق كشري مفلفل في حله واحده. على ما يستوي الكشري هنعمل الطماطم، تسبيكه الطماطم او صلصه الطماطم الخاصه بالكشري. حاجه على النار، هضيف معلقتين من الزيت، فصين 2 من الثوم، هنزل عليه بمعلقه من الكزبره، وهنزل عليه بمعلقه من الكبيره من الخل. هبدا انزل بالطماطم، هنزل بمعلقه من الصلصه، معلقه من الملح، نص معلقه من الكمون، نص معلقه من السكر. هقلب كل المكونات دي مع بعضها كده، واسيب الطماطم مع الصلصه مش تتسبك بس تغلي وتتخلص من كل الميه اللي موجوده فيها. عايزه اقول لك الكشري، البصل بتاع الكشري ناشف جدا ومقرمش، التسبيكه بتاعه الطماطم خطيره. الكشري بقى يعني بصي صاحب الحفله بتاعه النهارده قد ايه هو مفلفل. شايفه مفلفل ازاي؟ شايفه مفلفل ازاي؟ بصراحه يستحق التجربه، ومفيش اي مواعين خالص غير الحله بتاعه الكشري. شايفه مفلفل خالص ازاي؟ شايفه الاسباجيتي مفلفله خالص ازاي؟ وبكده اقول لك استمتعت جدا معاكي بالفيديو. يا رب اكون فدتك ولو بمعلومه بسيطه، واستودعكم الله واشوفكم فيديو تاني جديد.